راجل مارس السحر لمدة 17 سنة كاملين قبل ما يتوب. كان بيتعامل مع ملك من ملوك الجن بشكل مباشر. كان تحته 86 جني مسخرين لخدمته هو بس. هل بعد ما تاب وعيش حياته تاني بشكل عادي؟ وازاي كان بيتعامل مع العدد ده كله؟ وازاي كان مسخرهم لخدمته؟ وازاي اصلا كان بيشوف كل ده؟ كل ده واكتر هتعرفه في حلقة النهارده. لكن لو انت شخص قلبه ضعيف شوية انصحك ما تتفرجش على الحلقة دي، لان فيها شوية حاجات صعبة جدا. ويلا بينا نبدأ. آدم حامد راجل مارس السحر 17 سنة كاملين قبل ما يتوب. بعد المصادر بتقول إنه بدأ سحر وهو عنده 9 سنين بس. الراجل ده كان عايش في حي صغير في السودان، وبدأت حكايته مع السحر لما كان في 2 من جيرانه من نفس سنه سافروا علشان يتعلموا القرآن. ولما جم أهل القرية أقاموا ليهم حفلات وذبحوا ذبايح كتير جدا. وزادت غيرة حامد لما عم ولد من اللي حافظوا القرآن دول جوزوا لبنته من غير ما ياخد منه جنيه. حماس آدم زاد جدا لحفظ القرآن وسافر، وفعلا حفظ القرآن في 6 شهور بس. ومن شدة إتقان حامد للقرآن بدأ إنه يحفظ الناس كمان. حامد كان بيحفظ ناس في سنه وأكبر منه. وفي يوم جه الشيخ اللي كان بيحفظ آدم القرآن قال له إنه هيدخله حاجة اسمها الطريقة الصوفية التيجانية. والطريقة التيجانية دي هي أعمق علوم الطرق الصوفية. وقعد يقول له إن القرآن ده ليه علوم ظاهرة وعلوم باطنة، وإن كل سورة ليها أسرار ومش عارف إيه. المهم آدم في الوقت ده كان طفل ما يعديش ال10 سنين حتى، وكان عنده حماس شديد جدا إنه يتعلم كل حاجة بسبب اللي حصل مع جيرانه في القرية. فوافق بدون أي مناقشة. المهم الشيخ ده بعته لشيخ تاني على حدود السودان اسمه الشيخ أبو قاسم. بدل حامد قاعد معاه شوية اتعلم منه كام حاجة كده، وبعد كده بعته لشيخ تاني اسمه الشيخ عمر الفوتي. عمر الفوتي ده كان قاعد على الحدود. حامد ضرب مشوار كبير جدا من السودان لتشاد، ومن تشاد للنيجر، ومن النيجر راح الحدود بينها وبين نيجيريا. وفضل آدم قاعد عند الراجل ده يتعلم ويترقى من وتد إلى نجيب، ومن نجيب إلى قطب. والقطب ده هما بيقولوا إنه مكانته عالية جدا، لأن هما بيعتقدوا إن الكرة الأرضية ليها 4 أقطاب: القطب الشمالي والجنوبي الشرقي والغربي. كل اتجاه في شخص مسؤول عنه بيسموه القطب. وعشان توصل إنك تكون قطب لازم واحد من الأقطاب ال4 يموت، فأنت تختار مكانه. وبدأ إنهم يقولوا له إنه بقى في مكانة عالية جدا، وإن القرآن له ظواهر وبواطن. الظاهر دي بتكون للمسلمين العاديين، أما البواطن فهي بتكون لأولياء الله الصالحين بس اللي حامد بقى منهم. وفضلوا يدوا مثال على سيدنا الخضر وعن علمه اللي وصل ليه، وقالوا له انه هيكون عنده علم زي اللي كان عند سيدنا الخضر بالظبط، ولكن لازم انه ما يستعجلش على العلم ده، وانه ما يفضلش يسأل كتير. يعني ما يفضلش كل شويه ده ليه وده مين وده اسمه ايه، لا، لازم يكون عنده صبر. كل حاجه يعرفها في وقتها. وقالوا له كل اللي عليك انك تقول حاضر ونعم بس. وفضل 6 سنين على الحال ده بيعمل اللي بيتقال له من غير ما يسأل ليه واشمعنى. حامد كان بينفذ بس، وكانوا بيخلوه يقرأ الآيات والبسملة بالمقلوب، وكانوا بيقولوا له إن ده سر من أسرار القرآن أو بواطن القرآن. بعد كده خلوه يختبر نفسه في الصحراء لمدة 41 يوم كاملين في ظروف صعبة جدا مفيش بني آدم يستحملها. ودوه المكان في الصحراء، ودوه أدوات خلوه يعمل بيها مخيم، وخدوا منه هدومه كلها وسابوه لوحده عريان في نص الصحراء. كان معاه الأكل والشرب محدودين جدا. كان بياكل طول اليوم 3 تمرات بالظبط: تمر على الفطار، تمر على الغداء، وتمر على العشاء. والمية برضه كانت معاه بكميات قليلة جدا يا دوب تكفيه 41 يوم بالنظام اللي هم قالوا له عليه، اللي هو في كل وقت ياكل تمرة واحدة وشوية مية. لكن لو أكل أكتر من كده وشرب شوية مية بس أزيد هينتهي بيه الوقت إلى الموت، لأنه هيجي على نهاية الوقت هيكون أكله خلص، فبالتالي هيعيش من غير أكل خالص. بين أيامه هو كان بيكون معاه 121 تمرة زي ما قلت لك، 3 تمرات في اليوم. وقالوا له إياك إنك تخرج من المكان ده غير بعد ما 41 يوم يخلصوا، لأن هو اللي اختار عدد الأيام دي عشان نظام الخلوة دي. وهو إنه بيعرضوا عليه عدد أيام هو يقضيه فيها وهو بيختار منها. يعني مثلا بيعرضوا عليه 11 يوم، 21 يوم، 31 يوم، 41 يوم، أو 91 يوم، وهو بيختار. وأيا كان عدد الأيام اللي بيختارها لازم يقضيها جوه، ما ينفعش يخرج حتى لو كان هيموت، لأن الحاجة دي بتكون بمثابة حكم انت حكمته على نفسك ولازم تنفذه. وقالوا له لو خرجت من الخلوة من غير ما المدة اللي حددتها تخلص هتتجنن. وأول لما دخل الخلوة طبعا كانوا واخدين كل هدومه، وأمروه يصلي ركعتين وهو عريان، ركعة بالفتحة والكافرون وركعة تانية بالفتحة والإخلاص. وأمروه إنه هو يصلي يقرأ الآيات دي بالعكس، وادوا تعليمات اللي هينفذها خلال 41 يوم. بعدين سابوه لوحده ومشي. لكن قبل ما يمشوا حذروه للمرة الأخيرة من الخروج من المكان قبل ما 41 يوم يخلصوا. وقالوا له إنه في آخر يوم من أيام العزلة دي هيظهر له ملك اسمه الرحامي، وقال له إنه لما يظهر هيكون مظهره مرعب جدا، وإنه ما تخافش هو مش هيأذيك. قال له إنك لو قدرت إنك تتخطى الموقف ده
كده انت هتتخطى اي موقف تمر بيه في حياتك تاني. وقال له ان اللي هيظهر له ده من الملائكه اللي ربنا خلقها لخدمه اولياء الله الصالحين، وقعد بقى يقول له الكلام اللي كانوا بيضحكوا عليه بيه ده. وحامد بيقول ان مره واحده اتنقل لعالم تاني بعد ال 41 يوم دول ما خلصوا، عالم غير اللي كان فيه. قال انا كنت شايف صحراء كبيره جدا فيها صواريخ وطيارات رابيه في الارض، وجاي من بعيد عليا حشره اللي احنا بنقول عليها ام 44، اكيد كلنا عارفينها. ولكن بيقول ان حجمها كان كبير جدا، حجمها كان فوق 30 متر. تعرف يعني ايه 30 متر؟ بيقولوا انها كانت جايه عليه، كان قدامها اطفال بيلعبوا، فضلت انها تاكل فيهم واحد واحد، وبعد كده جت قدام حامد ووقفت. في اللحظه دي حامد افتكر كلام الشيخ اللي قاله له، وبدا انه يتماسك اعصابه لحد ما اختفت من قدامه تماما. لكن ما انتهاش الموقف على كده. اول لما اختفت حامد شاف وراها عقرب بيقول ان كان حجمه في حجم الهليكوبتر تقريبا، وكان ديله اللي بيقرص بيه كان كبير جدا. وكانت في واحده ست قدامه ماشيه على دماغها قفه وفي ايديها طفل صغير، لكن هو ما عرفش ان القفه دي كان فيها ايه بالظبط. راح العقرب ضارب بديله على دماغ الست فضلت تنتفخ لحد ما فرقعت قدامه، والطفل اللي كان في ايديها طار وقع قدام حامد بالظبط. بعد كده العقرب فضل انه يقرب من حامد واحده واحده، وقف قدامه وراح رافع ديله وخلاص هيضربه، لكن ما ضربوش. العقرب لف وشه وسابه ومشي. وكل ده لأن حامد كان مقاوم ومش بيتحرك من مكانه. يعني لو كان اتحرك سنة يمين وسنة شمال كان زمان الله يرحمه دلوقتي. بعد ما العقرب مشي حامد لسه بيرفع عينه ولقى جاي من بعيد حوالي 30 حصان بيجروا بسرعة مش عادية في اتجاهه. جسمه نمل وما قدرش يتحرك من مكانه، والحصانة عدت من جنبه كلها. الشيخ بعد لما حامد خرج من الخلوة قال له ان دي كلها كانت عمليات تخويف عشان قلبك يجمد. اللي جاي محتاج شخص قلبه جامد، ولو كنت اتحركت خطوة واحدة من مكانك أثناء ما الحاجات دي كانت بتحصل يعني كنت مت. لأن الذكر اللي انت قلته جوه الخلوة دي أدى إلى إن ملك من ملوك الجن أمر جن تاني من اللي تحت طاعته إنه يخدمك. ووصف حامد نظام الجن في الطاعة، وقال إن في فرق بين طاعة الإنس للإنس وطاعة الجن للجن. قال إن الجن لما بيدي الولاء لزعيم العشيرة اللي هو منتمي ليها مستحيل يكسر له كلمة، لازم أي أمر يتأمر بيه لازم يتنفذ. وبيقول إن الإنس مثلا لو ما نفذش أمر الإنس اللي زيه، يعني مثلا شخص أمر شخص تاني بأمر وهو ما نفذهوش، لو هو مثلا على سبيل المثال شغال عنده، ممكن إيه اللي يعمله؟ يرفضه، يخصم منه فلوس. أما الجن فعدم تنفيذ الأمر اللي اتأمر بيه وهو تحت طاعة الجن اللي أمره دوت عقابه بيكون الموت. لفة عامة كده أنا عارف. فالجن طبعا بيكون مأمور من الملك بتاعه إن هو يكون في خدمتك. الموضوع ده بيكون مضايقه حبتين، فبيبدأ إنه يعمل خدعة كده، وهي إنه بيجيلك على هيئة حاجات تخوفك زي اللي ظهرت لحامد جوه الخلوة عشان أنت تخاف. بيرجع للملك بتاعه يقول له والله ده خاف، أنا إزاي هكون تحت طوعه؟ والراجل أو الشيخ اللي أمر حامد إنه يقعد في الخلوة دي قال له إنه خلال الخلوة هيشوف حد من الأنبياء أو الصحابة. ولكن الحقيقة إن حامد كان قاعد في الخلوة بيحضر جن. طبعا حامد تخطى كل الاختبارات وكان معاه جن اسمه شاشهوبي، او بقى معاه جن اسمه شاشهوبي. وشاشهوبي ده مش جن عادي، ده ملك من قبيله بتتكون من 285 جن وهو كبيرهم، يعني 286 جن بيه. يعني حامد دلوقتي تحت ايده 286 جن بيتحكم فيهم براحته وهما بيخدموه. وشاشهوبي ظهر لحامد وقال له انه خلاص بقى من اولياء الله الصالحين، وبقى معاه خدمات يقدر يتحكم فيها ويشوف كل البواطن اللي المفروض ما يشوفهاش، وبقى عنده سر من اسرار القرآن وكل الكلام اللي كانوا بيكذبوا بيه عليه ده. طبعا حامد طار من الفرحة، بقى خلاص ولي من اولياء الله الصالحين، هيتعمل له مقام والناس هتروح تصلي عنده. والمناسبة عايز اقول معلومة، موضوع الصلاة في مسجد في مقام لحد ميت، الموضوع ده عليه خلافات بين العلماء. في ناس قالت انه جائز وناس قالت انه حرام، لكن خلينا نتجنب الشك وما تصليش في مكان فيه حاجة زي كده. برضه المكان اللي بتروح عند المقام وتقعد تقول اشفع لي، يعمل لي كذا، خلي ابني يبقى كذا، خلي بنتي تبقى مش عارف ايه، كل الكلام ده لا يجوز شرعا. لا يرزق ولا يشفي الا الله، كل شيء بيد ربنا. مفيش حد على وجه الارض في ايده ضرك او نفعك الا باذن من ربنا. لكن احنا مثلا بنقول فلان اقرب مني لربنا، ممكن تقول له ادعي لي لعلك اقرب مني الى الله فتقبل منك. هي دي كل الحكايه. واسف لو خرجت عن مسار الحلقه، لكن لعل وعسى اكون سبب في تغيير منظور حد للاحسن واكسب ثواب يعني. المهم ان ادم اتوهم بكل الكلام اللي اتقال له ده. هو كل اللي كان عاوزه انه يكون شيخ او عالم كبير يعرف كتاب ربنا كويس، لكن الموضوع دخل معاه في سكة تانية خالص. شاشهوبي لما ظهر لحامد زي ما قلت لك من شوية قال له انه خلاص بقى ولي من اولياء الله الصالحين. قال لحامد ارفع راسك لفوق وقول لي شايف ايه. حامد رفع وشه، شاف احرف اللغة العربية كلها بتطير قدامه في السماء. قال لي شاشهوبي انا شايف الف ب ت س الى اخره، لكن دول بعيد جدا ومش واضحين قوي. قال له ان ده اللوح المحفوظ، وكل ما يزيد ايمانك اللوح المحفوظ
المحفوظ ده هيقرب منك اكتر، وقال له ان اللوح المحفوظ ده هو اللي هيظهر فيه الاوامر اللي المفروض تعملها، وان اي حاجه تتكتب فيه لازم تتنفذ حتى لو حرام. قال له اعملها، انت كده مش هتتحاسب من ربنا على اي حاجه، انت كده بتنفذ امر من اوامر الله ليك. وحامد صدقه. وعاوز اقول لك ان بعد كده حامد عمل حاجات كتير قوي، زنى، شرب خمر، سجد وضحى لغير الله، لانه كان فاهم انه مش هيحاسب زي ما شاشوبي قال له بالظبط. واول امر لحامد من شاشوبي هو انه يجيب عظمه الزند اللي هي لوح الكتف بتاعت اي حيوان ويكتب عليها ايات القران، لكن امره انه يكتبها معكوسه. حامد قال له اجيب منين لوح كتف انا عشان اكتب عليها الكلام ده؟ قال له هتمشي للمكان الفلاني هتلاقي هناك حيوان ميت، هات من هناك العظمه دي وتعالى بيها. المكان اللي شاشوبي وصفه لحامد كان بيبعد عن المخيم اللي حامد قاعد فيه حوالي 50 كيلو مثلا. حامد قال له انا مستحيل اعرف اروح هناك مشي، هروح ازاي كل ده؟ رد عليه قال له انت مين قال لك انك هتمشي؟ انت بقيت من اصحاب الخطى. رد عليه حامد قال له يعني ايه اصحاب الخطى؟ قال له يعني ممكن الظهر يأذن عليك في مكان بخطوه واحده تروح تصلي في مكه، لكن عشان الكرامات دي تشتغل لازم في شويه حاجات كده محتاج انك تعملها. في الوقت ده كان بعد رمضان بالظبط 3 ايام. قال له الشرط الاول انك ما تصومش رمضان تاني، اما الشرط الثاني ما تصليش صلاه العصر، والشرط الثالث ما تصليش امام بالناس ابدا، الشرط الرابع تصلي من غير وضوء. حامد استغرب من كل الحاجات دي، قال له ازاي انا ممكن اعمل كده؟ قال له ما تنساش احنا متفقين ان مفيش اعتراض، متفقين ان كل اللي هيتقال لك انت هتنفذه بالظبط من غير ليه واشمعنى. وقال له انت نسيت قصه الخضر؟ الخضر قتل قدام مين؟ قتل قدام نبي الله موسى، هل عاتبه وعمل له حاجه؟ وامره انه يضحي لغير الله. حامد كان بيقول ان شاشوبي كان بيخليه يحط في بقه معدن وهو بيضحي عشان ما يقراش البسمله وهو بيضحي. ده اللي فهمه حامد بعد كده. لكن خلينا نرجع تاني للموضوع انه بقى من اصحاب الخطوه ده. شاشوبي في الوقت ده لما حامد قال له يعني ايه بقت من اصحاب الخطوه، امره انه يرفع رجليه الشمال ويخطي بيها خطوه لقدام، بعدين يرفع رجليه اليمين ويجيبها جنب رجليه الشمال بالظبط، وقال له بص على يمينك هتلاقي العظمه. وفعلا حامد بص على يمينه ولقى العظمه وجابها ورجع تاني برجليه الشمال وجاب رجليه اليمين جنبها رجع مكانه تاني. حامد فعلا اول لما بص على اليمين لقى نفسه في الخلوه اللي كان موجود فيها. شاشوبي قبل ما يمشي امر حامد امر اخير، قال له انه لازم يكتب طلاسم بطريقه معينه ويدفنها في مكان محدش يقدر يوصل له، وقال له على كلمه اول ما يرددها 4 مرات شاشوبي هيظهر له وهيفهم ان حامد في الوقت ده محتاج له. وبعدها اختفى. وده كان اخر يوم لحامد في الخلوه، وتاني يوم كان هيخرج. انت دلوقتي بتسال شاشوبي كان بيظهر لحامد ازاي بقى في الوقت ده؟ هقول لك كان بيظهر له على شكل ظل، ما كانش بيظهر على شكل بني ادم مثلا او حاجه، لا كان بيظهر على شكل ظل. لكن المرات اللي بعد كده لما كان حامد بيقول الذكر اللي شاشوبي قال له يقوله 4 مرات وهو يظهر له، بدا ان هو مره يظهر على شكل حمار، مره شكل جمل، مره قطه، مره كلب، ديك، هكذا. لكن حامد بيقول ان عمره ما شافه على شكله اللي ربنا خلقه بيه. واخيرا بالوقت اللي حامد كان خلاص هيخرج من الخلوه، حامد كان في استقباله 10 من المشايخ اللي كانوا بيعلموه القران. دخلوا عليه الخلوه ولقوه قاعد، كان معاهم لبس لبسوه وقالوا له قوم يلا عشان نخرج، بس هو ما كانش قادر يتحرك من مكانه خالص. المشايخ شالوه وخرجوه، وقبل ما يخرج قالوا له غمض عينك وما تفتحش غير لما نقول لك. اول لما خرج قالوا له فتح عينك. اول حاجه شافها حامد لما فتح عينيه كان ابريق ميه واحد شايله ماشي بيه. الشيخ سأل حامد قال له شايف ايه؟ قال له شايف ابريق اللي الراجل شايله هناك ده. رد الشيخ قال له بسم الله ما شاء الله، الابريق ده بقى من اولياء الله الصالحين ويكون خادم ليك طول عمرك. قال له الراجل مش محظوظ عشان انت ما شفتهوش. قال له الراجل ده انت لو كنت شفته كان بقى ولي من اولياء الله الصالحين برضه وهيفضل يخدمك طول حياتك. حامد استغرب جدا من الكلام اللي بيتقال له. قال له الابريق يخدمني انا؟ يخدمني في ايه وازاي؟ قال له استنى هتشوف. رد على الراجل قال له نزل الابريق. الراجل نزل الابريق وقال له لحامد نادي على الابريق. طبعا حامد كل ده كان بيهودهم، هو مش فاهم الابريق اللي هيخدمه وهيخدمه ازاي، لكن ما ينفعش يسال. حامد فعلا نادى على الابريق زي لما قالوا له. اول لما حامد نادى على الابريق فضل ينط من مكانه لحد لما جه وقف جنب حامد بالظبط. حامد بص للشيخ باستغراب وقال له طب الابريق هيغرمني في ايه؟ رد الشيخ وقال له حكمه ربنا يرعى سره واضعف خلقه تقي. حامد كان بيقول للابريق ده يروح يجيب ميه عشان يخزنها والناس تشرب منها بدل ما هم يروحوا. كان بيروح يجي معاه صف من الاباريق كلهم مليانين ميه، لكنه جاب صحابه يخدموه. الناس كانت بتشرب وتستحمى وتخزن ميه منه كمان، ويفضلوا يدعوا للشيخ حامد ان ربنا يزيده من كرامات. ولي بقى حامد كان بيقول ان ولا هو ولا الناس مره واحده في حياتهم فكروا ان اللي بيخدموا جن. دايما كان عنده يقين ان اللي بيخدمهم دول ملائكه ربنا سخرهم للشيخ حامد
عشان هو راجل تقي والكلام اللي كان بيتقاله ده كله. اما الكرامه التانيه اللي كانت عند الشيخ حامد وهي انه كان بيجيب الحطب يحطه على البير بالعرض ويمشي عليه، واللي ما يعرفش الحطب ده ضعيف جدا، يعني لو بس مسكته بايدك وحاولت انك تكسره بكل لطف هيتكسر في ايديك عادي جدا بسهوله. حته ان انت تمشي عليه دي مستحيله. واستنى في الحلقه الجايه عشان تشوف ايه كرامات حامد، وحامد كان ازاي بيتعامل مع الجن وكان بيتكلم معاهم ازاي، وهل تاب ولا ما تابش. طب لما تاب هل سابوه في حاله ولا بدأوا ان هم يزاروه ويرازوا فيه؟ كل ده واكتر هتعرفوا الحلقه الجايه. سلام. السفر، ففي ناس قالت له ان في شيخ واصل اسمه الشيخ حامد عنده كرامات، لكن انت عشان تقعد مع الشيخ حامد لازم في شويه حاجات تبقى عليها. انا ولي من اولياء الله الصالحين، تعال اقعد جنبي. محمد قال له يا شيخ مفيش حاجه اسمها روحانيين ملائكه. قال له اتحداك انه لما يشوفني هيجي. انا ولي من اولياء الله الصالحين واقدر اعمل اي حاجه انت رمزها. انت في ده اسمه سحر.